يا نهار ابيض، ده الزمالك جاب رونالدينيو في متعاقبه. تعالى انا اقول لك الفينا ده ناوي يعمل ايه مع الزمالك. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، قبل اي حاجه اللي ادى الماتش للزمالك كابتن مجدي عبد العاطي. ليه؟ لانه خلى البلوك راح 3 خطوات لقدام، فما بقاش بيلعب بلو بلوك، لعب بايه؟ بميديم بلوك. فلما راح قدام ايه اللي حصل؟ في واحد هنا ساحر من سحرة الكرة المصرية يدعى عبد الله السعيد، واحد من احسن الممررين في كرة القدم المصرية. هوب واحدة نوب كانتالوب لمين؟ للي جاي من ورا لقدام الفينا. لو حطيته في موقف 1 على 1 ولو 1 على 2 هيهلفت اللي جاي قدام. من الاخر كده الزمالك جاب صفقة تقدر تفك كل التكتلات الدفاعية اللي بتحصل من فرق بتاعت الدوري المصري. وانا بقول لك لو الزمالك خد الدوري السنة دي او خد اي بطولة السنة دي هتكون بفضل الراجل ده بعد ربنا. ليه؟ لان بصراحة كده اي كوره بتيجي ناحيه اليمين بيحطها على العدله بتاعته، الار2 بتاعته، هي عارفه الجون رايح فين. طب حلو الكلام. امتى الزمالك يبقى اجمد؟ لما شحاته هو اللي ياخد خطوتين لقدام ويرجع احمد ربيع او يرجع محمود جهاد هو اللي ما بين قلوب الدفاع دي. وخطوه كمان، لازما الزمالك عاجلا ام اجلا يلعب بمحمد اسماعيل بدل محمود حمدي الونش. محمد صبحي اداؤه عالي قوي، ولكن الجون اللي جه فيه كان يقدر يتعامل مع ردة الفعل احسن من كده. نيجي النقطه كمان اللي الزمالك عملها. بص يا معالي الباشا، وجود شيكو بانزا ما بين الخطوط هو وناصر ماهر وعمل اللامركزيه ما بينهم دي اسلوب كبير جدا بيتبعوا الكره الاسبانيه في تفكيك خطوط الدفاع، وده اللي عمله فيريرا النهارده. ليه؟ ناصر روح انت هنا، تعالى يا شيكو، رافينيا هيجي في البوكت، انت هتيجي شادو سترايكر، الموضوع هيبقى هنا. طيب ايه اللي ناقص الزمالك؟ ان عدي الدباغ يخش في الفورمه ويبتدي يجيب جون والتاني والتالت. هل انت بقى شايف مع الفينا ده الزمالك فعلا هياخد الدوري ولا هو ماتش ب3 نقط والسلام؟